عيشة بديت وعن بي صليت وبيه كلامي حليت، وليكم بهذه الحكاية جيت. لكل حكاية معناها وحكوها ناس بكري يا محلاها. جيتكم اليوم نحكيها وفي قلوبكم نخبيها، نتفكروا ناس زمان ونقولوا كان يا مكان. حكايتنا اليوم على فاطمة المعكرة. في حي قصبة في الجزائر راجل يعيش مع زوج بناته، واحدة واسمها عيشة والأخرى واسمها فاطمة. عيشة كانت كبيرة بالعقل والرزانة، وفاطمة تتصف بالزين والحداقة. مات باباهم وخلالهم الدار، هذيك هي راس مالهم. عيشة رفضت مسؤوليتها ومسؤولية خطها، وهي كانت اللي تتهلا في الدار وتدير كلش. وفاطمة كانت طيشة وعايشة حياتها ولا حاجة تهمها. على قد خفتها وطيشها كانت حنينة وقلبها كبير، كانت تحب تغني وتحني شعرها دايما بالأحمر. على بيها سموها فاطمة المعكرة. وهذا الاسم عنده زوج أسباب. الأول لون شعرها لونه أحمر على حساب الفلفل العكري، لأنه العكري هو يدل على اللون الأحمر. والثاني مزاجها المتعكر دايما، كانت عايشة دايما هي اللي تنوض تنقي الدار وتخمل البيت وتطيب الماكلة، وفاطمة تخرج للحوش وتقعد. واحد النهار ناضت عيشة طيبت بوزلوف، نقات الدار فرشت دارت كلش، وهذيك الريحة تعبق الدار، ريحة البوزلوف دايرة حالة، حتى خرجت الريحة للجيران. شمتها واحد الجارة اللي كانت تتوحم وسخفت بزاف على بوزلوف. حكمت في روحها، ومن بعد ما قدرتش راحت ليها لعند عيشة للحوش وطلبت من عندها جمرة، وتروح وتعاود تولي تطلب الجمرة، وتروح وتعاود تولي. شافتها فاطمة استغربت، قالت وش بيها هذه رايحة وجاية على حبة تاع جمرة. راحت ليها وحكمتها من يدها وقالت لها وش سرك، وش تحوسي من عندنا. قلت لها الحقيقة أنا سخفت على البزولف اللي طيبات أختك، كنت تعطيني شوية راني نتوحم. راحت فاطمة لقلبها كبير عند خوتها وقالت لها مدي شوية بوزلوف للمرا راهي تتوحم. عايشة ركبت راسها وقالت لها ما نمدلهاش. علاش نمد لها؟ طب راسها يجيب لها راجلها، انا وش دخلني فيها؟ فاطمة قالت لها وش رايك نعطيك نص الدار وانتي تعطيها طبسي تاع بوزلوف. عايشة من كثرة الطمع وافقت، دارت طبسي بوزلوف وعطاتو لختها. داتو فاطمة لهاديك المرا. هذيك المرا شبعت بفرحة ولات تبكي وتحضن في فاطمة، وقالت لها يا فاطمة روحي ربي يخليك مسك وعنبر ويكون مكانك ان شاء الله في الفردوس الاعلى. فرحت فاطمة بزاف بهذيك الدعوة اللي دعتها لهذيك المرا. راحت هي فرحانة للدار، والمرا فرحانة، وختها عايشة فرحانة. جا الليل ورقدو. غدوة صباح ناضت عايشة كيما العادة تنقي الدار والطيب. كي الحق الظهر اختها ما فطنتش، قالت او كيفاش ما فطنتش. كي راحت للبيت تاعها تشم في ريحة المسك، غير تزيد ريحة المسك والعنبر تزيد من بيتها. استغربت وش كاين، دقت والو. راحت تجري للجيران قالت لهم اختي ما حبتش تنوض وريحة المسك والعنبر تخرج من البيت تاعها. جاو الجيران للبيت، حلوها تحامى وحلو البيت. كي حلو لقاو فاطمة ميتة ومغسلة ومكفنة، وشمعة شمعة جاية من جهة اليمنى وشمعة واحدة أخرى من جهة اليسرى. استغربوا، جابوا الشيوخ وناس الكبار وقالوا لهم مادام ماتت في هذه البيت دفنوها في هذه البيت. دفنوها لتما، ومن هذاك النهار بقات مدفونة لليوم، وناس تجي تزور فاطمة المعكرة في القصبة. وخلاصة حكايتنا. العبرة من هذه الحكاية أنه كل ما تدير الخير ربي يعوضك أحسن منه. فاطمة دارت الخير في المرأة اللي تتوحم، وربي دخلها للجنة ريحة العنبر والمسك. مدول غير أنه فاطمة دارت الخير في هذه المرأة بزاف، وربي استجاب لدعائها.
وعلينا دايما نديرو الخير وننساوه، ونديرو الشر ونتفكروه، لأنه في آخر الزمان ويوم القيامة ما يفيدنا غير الخير اللي درناه. وحكايتي مشات من ود للود، يحكيوها لنا الأجداد ونعودوها للأولاد والأحفاد. أعزائي، لا تنسوا المشاركة في القناة، ضغط زر لايك والاشتراك، وسلام في حلقة في فيديو آخر في قصة أخرى وعبرة أخرى. إلى اللقاء.